صباح الفل والياسمين عليكم، يا رب تكونوا بخير. كان في برنامج زمان اسمه طرائف وغرائب وعجائب. طب البرنامج ده انا مش فاكره اسم المذيع، بس هو كان مذيع مشهور قوي كده، اسمراني ويعني شعره خفيف شويه. فكان بيقول ايه، ومعانا النهارده غرائب وطرائف وعجائب من كل بلد. وده اللي حصل لي فعلا امبارح. بنوته اموره جايه بتوريني صوره من الموبايل، بتقول لي انا عايزه الكتاب ده. ابص على الموبايل الاقيها صوره كتاب يومياتي انا وحماتي. اقول لها حبيبتي انت عايزه الكتاب ده ليه؟ قالت لي حماتي شافت البوست بتاعه وشافت الصوره بتاعته على الصفحه، وقالت لي لما تروحي معرض الكتاب لازم تجيبه لي عشان عايزه اعرف هي قريت ايه يعني كتبت عني ايه. فقلت لها انا ما كتبتش عنها حاجه، انا ما اعرفهاش. انا كاتبه في العموم. الغريب بقى ان البنت بتسالني بتقول لي اوعي تكوني كاتبه فيه حاجه وحشه لا تفتكر ان انا قصدها. فقلت لها حبيبتي اولا هي اللي طلبت منك انك تجيبي الكتاب، ثانيا هي لو شايفه ان انا كاتبه حاجه وحشه تمام، بس انا كاتبه برضو عن الحموات الطيبات ما تقلقش. صباحكم زي الفل ويومكم دايما بيضحك.